منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة يقترب من توديع كأس العالم للمنتخبات تحت 20 سنة بعد الخسارة الثانية على التوالي وخسارة النهاردة 2-1 من منتخب نيوزيلندا. منتخب نيوزيلندا أقل مننا في كل شيء عشان نبقى متفقين يعني وعارفين. مش هقول لك كتاريخ، احنا اللي شفناه في الملعب النهارده يقول ان المنتخب النيوزيلندي اقل مننا بكتير جدا جدا، لكن خلينا نتفق ان حاجه صعبه وحاجه. لان ليه بقول لك يقترب؟ لان البطوله دي فيها نظام احسن توالت. انت عشان اصلا تبقى احسن ثالث محتاج يعني حسبة بيرما زي ما دكتور طارق اتكلم مع كابتن عمر. الماتش الساعه 2 اليابان وتشيلي، محتاجين تشيلي تكسب اليابان، فتشيلي تضمن على امل ان تيجي تلعبك الماتش الاخير بالبدله وتريح، فانت تضرب التشيلي دي 3. واللي انا بقول لحضراتكم ده اللي على الورق يعني، لكن الواضح طالما ما كسبتش نيوزيلندا ان من الوارد، الكوره فيها كل شيء طبعا، ان وارد ان انت اصلا ما تكسبش منتخب تشيلي. لعبنا جيم كويس على فكره، الشوط الثاني كنا كويسين، لكن رحنا لجون كتير، ضيعنا كتير، لكن في مليون علامه استفهام تقدر تقف. واللي يحزنك ان ده منتخب الشباب اللي هيبقى عنده ان شاء الله تصفيات الاولمبياد، وده مستقبل الكوره المصريه. المفروض ده الجيل اللي طالع بقى. انت النهارده بتفشل في الفوز على منتخب نيوزيلندا. كابتن عمر هارد لك طبعا للكوره المصريه. هزيمه ثانيه لمنتخب الشباب. يمكن الشكل النهارده كان افضل، ولكن بصراحه كابتن عمر احنا بنلعب برضه نيوزيلندا، يعني حتى لو وصلوا كتير كاس العالم يعني احنا كنا بنوصل للجول لما بنحب، لكن التغييرات ممكن تكون. حضرتك اتكلمت معايا في حته ليها علاقه باحمد نايل، لعيب جيد بكل تاكيد، مش انا ما بتكلمش عن لعيب بعيد، لكن 80 دقيقه دون اي حضور لاحمد، ولا بيجي له كوره ولا بيستلم الكوره، صبرنا عليه. طب انا مش بحمل لاحمد والله قصدي، بس انا قصدي من غير عمق. حضرتك قلت عمق هجومي، عمق هجومي، احنا كل لعبنا واحد وباين، والراجل بتاع نيوزيلندا قفل لك ثغره كباكا، فكل عام وانتم بخير. صحيح. المباراه الحقيقه الشوطين مروا بمنعطفات متناقضه شويه. الشوط الاولاني اتكلمنا في ان التغييرات داخل المراكز ما كانش ليها مبرر وكلفتك هدفين. صح. الشوط الثاني حاجه ساعدتك بطريق غير مباشر انك تسيطر على الشوط الثاني، مش عشان انت احسن منهم على فكره. هم تراجعوا منتخب نيوزيلندا تماما، رجع عمل زي ما احنا عملنا المباراه الاولى قصاد اليابان، بقى يلعب زون ديفنس، بيعتمد على هجمه مرتده، مفيش، اكتفى بالهدفين، فبدات انت اللي تسيطر. صح. طيب المنافس اداني الفرصه ان انا اسيطر، افضل بشتغل على النقطة واحدة بس. زي ما توقعنا بعد الشوط الاولاني، اكيد مدرب نيوزيلندا هيقفل منطقة الخطر اللي معمول عليه، وهي التحضير للخلف، كباكا يسدد او مزبوط. غيره من اللاعبين يعني. قفلها فعلا، حتى التسديدة لما كانت بتطلع بتلاقي ضاغط عليه لعيب واثنين وثلاثة، فما بتطلعش سليمة يعني. طيب ايه الحلول التانية؟ هي دي بقى كانت المشكلة من وجهة نظري. عندك اجنحة كتير قوي وكويسين قوي، وما عندكش مهاجم. والجناح بيمول مين؟ او الظهير في النهايه بيوصل لنقطه معينه وبيعمل لو عنده مهاجم صندوق كويس يعني بيلعب بدماغه وبتاع، هيعمل له كره عرضيه. احنا ما عملناش كرات عرضيه كتيره، وشاورت للدكتور طارق وهو الحقيقه بيذيع على اكتر من كوره، يوصل محمد عبد الله، يوصل حامد عبد الله، لحد النقطه المعينه اللي بيتعمل منها كروس ويقف ويستنى ويرجع الكره لورا. دي انا بعتبرها عدم ثقه في المهاجم اللي موجود. انه ما بيلعبش بدماغه كويس. مع ان دي من اهم الامور في المهاجم طبعا. داخل الصندوق ما عندكش مهاجم محطه، ما عندكش مهاجم يحرك تشتغل معاه 1 2 او 1 3، ما فيش الكلام ده كله. فانت بتلعب تقريبا من غير مهاجم، يعني نص قوتك رايحه خلاص. بدات تعتمد على شغل فردي لعمر خضر، محمد عبد الله، حامد عبد الله، بقى شغل فردي. مرتين ثلاثه اللي يعرف يعدي يعدي ويلعب بالظبط. مرتين ثلاثه اتعمل شغل جماعي من خلال دبل باص الحقيقه لمحمد عبد الله، طلعها على الحارس اللي هو نجم المباراه. صح. حارسهم على فكره يعني. فاحنا عندنا مشكلتين الحقيقه اثروا على المنتخب. المشكله الاولانيه الشوط الاولاني خسرتنا هدفين عشان لعبنا في خط الظهر. الشوط الثاني عشان ما عندكش مهاجم صندوق، وبالتالي مع طبعا بدلك شويه يعني، وتالق حارس مرماهم شويه في نيوزيلندا يعني. لكن انا وجهه نظري كانت اسهل مباراه نكسبها، مش نخسرها ولا نتعادل كمان يعني. لكن اكيد في حاجات اثرت بشكل او باخر يعني. خلينا نقول ان منتخب مصر عمل 5 تغييرات يا جماعه. في الدقيقه 36 مؤمن شريف طلع ونزل حامد عبد الله، حامد لعيب كويس جدا. 69 طلع كابتن اسامه نبي، طلع سليم طلب ونزل عمر خضر الجناح الشمال. تمام. في الدقيقه 80 احمد نايل المهاجم طلع ونزل محمد هيثم. يعني 80 دقيقه زي ما كابتن عمر بيتكلم، محمد هيثم مهاجم طويل القامه كان المفروض ينزل بدري شويه. وبعدين نجم الفريق
كاباكا طلع ونزل مكانه احمد وحيد لاعب المحله والراجل برده بيلعب جناح، وبعدين طلع مهاب سامي الباك ليفت ونزل عمر سيد معوض وبقى بيلعب يا كابتن عمر كانه وينج باك ناحيه الشمال، بقى عمر وعمر خضر الاثنين بيلعبوا في نفس الخط، الاثنين بيحاولوا والاثنين لعبوا الاثنين لعيبه كويسين جدا. انا شعرت ان احنا اتاخرنا قوي في قصه المهاجم يبقى فيه عمق، وكان لازم يكون فيه لعيب في نص الملعب يعمل تكمله يكمل في ظهر المهاجم بتاعك. عشان كده قلت لك يا اسلام احنا الحقيقه معانا في القايمه اجنحه كتير جدا، وفي لعيبه حريفه جدا ولاعيبه كويسه. طب فين المهاجم؟ مهاجم الصندوق فين؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، الموضوع مش بالكم. انزل كل اسلحتي الهجوميه كده هي بالكيف. مين هيفيدني؟ يعني نزل وحيد ونزل حامد عبد الله ونزل عمر خالد بيبو وعمر خضر وعمر معوض، كل دي اجنحه على حساب مدافعين ماشيه، مغامره محسوبه ومطلوبه. وحتى معاها غير الحقيقه الشكل بقى بيلعب بثلاثه ورا، بس احمد عبدين وبوستانجي ومعتز محمد، وطلع كاباكا وطلع سليم طلب بدا يلعب بديفندر واحد. ده منطقي. منطقي لان ما فيش اي خطوره لنيوزيلندا يعني. ورغم هذا يبقى اللي هيجيب لك الهدف من نص فرصه، اللي هيجيب لك الهدف مش موجود، فانت بتلعب بنص قوه هجوميه باجنحه. الاجنحه من طبعها انها بتصنع اكتر مما بتسجل يعني، وبالتالي ما سيطره وخطوره وتالق حارس مرمى. لكن اعتقد لو كان في فيرود بمعنى الفيرود كنا كسبنا هذه المباراه بمنتهى السهوله. للاسف يعني بنقترب من الخروج. الساعه 2 ماتش بقى اليابان وتشيلي، هنشوف بقى نتيجته هتعمل ايه، لان نتيجه التعادل خلاص بتقضي على امال منتخب مصر رسميا. المنتخب ده كان تم تاسيسه اولا، اول مدير فني كان كابتن وائل رياض، وانا ما تخونيش الذاكره هو اللي بدا معاهم، ثم تولى الفتره ميكالي، ثم كابتن اسامه نبيه. الراجل قعد فتره قليله قبل كاس الامم، لكن وصلنا كنا رابع افريقيا، تعادلنا مع غانا 2-2 وكسبنا بضربات الترجيح ووصلنا. ده المنتخب اللي هيلعب اولمبياد، ده المنتخب اللي عنده تصفيات الاولمبياد، ده اللي عندهم 20 سنه اللي هم بيكسروا الدنيا في منتخبات بلدهم. انا مش هقول لك بص جنبك المغرب ضربت اسبانيا في البطوله دي 2-0 من يومين. انا بقول لحضراتكم الكلام ده عشان مستقبل الكوره المصريه محتاجين وقفه كبيره جدا 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 لمنتخباتنا وقطاعات الناشئين بتاعتنا، واحنا بنعمل ايه مع مدربينا وبنعمل ايه لمستقبل الكوره في مصر. وما ننشغلش قوي ان في افريقيا كل الفرق او المنتخبات الكبيره كابتن عمر والدول الكبيره بتطلع لعبتها عندها محترفين بره، احنا مسيطرين على دوري الابطال وعلى الكونفدراليه وعلى عيني وعلى راسي. لكن بص كده على المنتخبات، يا رب اللي جاي يبقى احسن لمنتخب مصر الثاني والمنتخب مصر الاول وكل منتخبات الناشئين. لكن الاوضاع محتاجه شغل كتير جدا جدا، والامور تبشر او لا تبشر الحقيقه كابتن عمر ان احنا ماشيين في شكل كبير. انا عارف ان حضرتك طبعا موجود في اللجنه الفنيه لاتحاد الكوره وعليكم مسؤوليه كبيره فيما هو قادم بالنسبه للمنتخبات تحديدا. انا متخيل ان انتم عندكم شغل كتير في هذا الملف تحديدا يعني. وده ملف الحقيقه واخد يعني من تفكيرنا كتير قوي، ويمكن بالتحديد الكابتن علي ابو جريشه هو كان عامل ملف فيما يخص الاكاديميات وقطاعات الناشئين بالتحديد يعني. فهنقعد ندرسه، لكن اللي كان شاغلنا الحقيقه طبعا ازاي نعد منتخب طبعا. اسامه نبيه واحمد الكاس ان شاء الله الكاس العالم في قطر، وبعد كده يعني الكلام واضح وصريح، مش هنتقدم غير لما نخطط صح. خطط صح من البدايه، حتى لو على حساب البطوله سنه 2 3 مفيش مشكله، بس خطط صح وامشي، خد بدايه الطريق. اعتقد ده اللي هيوصلك للي انت عايزه، وعندنا قدوه وهي المغرب. كابتن عمر بشكر حضرتك شكرا جزيلا ان اتشرفت بالتواجد مع حضرتك. هارد لك لمنتخب مصر، ويا رب يا رب يكون اللي جاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله، وانا سعيد دايما. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. اخوان كما شفتوا في العنوان غادي نتعرفوا على توقيت مباراة المنتخب الوطني ومنتخب البرازيل في كأس العالم شيلي 2025، وغادي نتعرفوا على السيناريوهات اللي يقدر يلعب عليهم المنتخب المغربي واللي يخليو الحظوظ ديالو قائمة، ولما لا يحسم التأهل من هذا المقابله. المباراه الاخوان ديالي اللي غادي تجرى يوم الاربعاء 1 من اكتوبر ان شاء الله على الساعه 12 ديال الليل بتوقيت المغرب، والساعه الثانيه بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعوديه. مباراه صراحه اللي غادي تكون حاسمه بالنسبه للمنتخب الوطني، بحيث ان المنتخب الوطني الا قدر يفوز على منتخب البرازيل فغادي يكون رسميا ضمن بطاقه ديال التاهل الى الدور القادم من هذه المنافسات. نذكروا بنتائج الجوله الاولى بالنسبه للمنتخب المغربي، قدر يفوز على منتخب اسبانيا ب2-0 في مقابله اللي كانت ولا اروع اداء ونتيجه للمنتخب الوطني، ومنتخب البرازيل والمكسيك تعادلوا وكل فريق خرج بنقطه من هذه المقابله. اذا الترتيب اللي خرجت به الجوله الاولى
المنتخب المغربي 3 ديال النقاط في الصداره ديال المجموعه، منتخب البرازيل والمكسيك نقطه لكل فريق، وفي ذيل الترتيب منتخب اسبانيا. في هذه الجوله هذه غادي يتلاقى المنتخب الاسباني مع منتخب المكسيك، وغادي تكون مباراه حاسمه للمنتخب الاسباني، بحيث ما خاصوش يا يخسر وتا التعادل ما تنظرش انه يكون في الصالح ديالو، بحيث ان المنتخب الاسباني لازم عليه يفوز باش يبقاو الحظوظ ديالو قائمه، لان في المقابله الاخيره غادي يلعب مع المنتخب البرازيلي، والمنتخب البرازيلي ضيع نقاط 2 النقاط في المقابله الاولى امام المنتخب المغربي. نتمنوا انه يخسر والمنتخب المغربي يربح، هذه اللي غادي تخلي ان المقابله ديال المنتخب الاسباني امام المكسيك غتكون صعبه، ولازم عليه يفوز فيها الا بغى يخلي الحظوظ ديالو باش من يجي يلعب مع البرازيل في الجوله الاخيره يكون على الاقل عنده نقطه او 3 ديال النقاط اللي يخليوه يلعب على التعادل او الفوز، وهكذا يدوز. لكن نتيجه من غير الفوز بالنسبه المنتخب الاسباني غادا تكون صعيبه بزاف، ونقدر نقولوا بشكل كبير انه غادي يودع المنافسات. نتمنوا الفوز للمنتخب الوطني في هذه المقابله باش كما قلنا يحسم الصداره ديالو ويحسم التاهل للدور القادم، وتبقى المقابله ديال الثالثه امام منتخب المكسيك تبقى الحريه للمدرب يلعبها بالطريقه اللي بغا ويجريها كيف ما بغا. الا خرجنا بتعادل منها راها مزيانه وغادي نكونوا تصدرنا للمجموعه، كيبقى الاوراق في يد المدرب كامله يلعب بها كما بغا. نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني في هذه المقابله هذه، ويأكد المستوى اللي قدم امام منتخب اسبانيا، ويسكت الافواه اللي تيقولوا بان الفوز امام منتخب اسبانيا جاب الصدفه وما كانش منتخب اسبانيا في نهارو. هذا الشيء علاش المنتخب المغربي قدر يفوز عليه. نتمنوا ان المنتخب المغربي يقدم نفس الاداء امام منتخب البرازيل، ولما لا يفوز عليه حتى هو بالنتيجه والاداء. نتمنوا الاخوان التوفيق كما قلنا المنتخب الوطني. وحتى لهنا الاخوان ما بقى لي غير نقول لكم الفيديو ديال اليوم سهله، الا عجبكم ما تنساوش من شي اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى الملتقى باذن الله.